رجلك بتوجعك من ورا، بتحس زي صاروخ نار ماشي في رجلك برضو، يبقى كده انت عندك عرق النسا. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف ايه هو عرق النسا، سبب تسمية عرق النسا بالاسم ده، اسباب عرق النسا، افضل 4 تمارين لعلاج عرق النسا، الوضعية الصحيحة للنوم للي بيعاني من عرق النسا، هل علاج عرق النسا بالكي علاج فعال ولا لا. السلام عليكم، معاكم حازم طارق من مصر كلينيك، المكان اللي بنعرف فيه معلومات عن صحتنا وغذائنا من خلال المعلومات في العلاج الطبيعي والتغذية. فلو انت جديد ما تنساش تشترك في القناة، وبرضه تابعنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، بننزل محتوى مفيد، وبرضه عشان نفضل على تواصل مع بعض دايما. ايه هو عرق النسا؟ عرق النسا هو الألم اللي بيجي اسفل الظهر وبيمتد لحد المؤخرة مرورا بالرجل لحد اسفل الرجل من تحت، واللي بيجي نتيجة التهاب اكبر عصب عندنا في الجسم وهو اسمه السياتيك نيرف، وهو ده اللي بيعمل لنا الالم ده. طب ايه سبب تسميه عرق النسا بالاسم دوت؟ عرق النسا اتسمى، او يعني ارجح الاراء اللي بتقول سبب تسميه عرق النسا بالاسم ده عرق النسا جاي من النسيان، لان هو بيبقى الم شديد فبالتالي بينسيك اي الم تاني موجود في جسمك غيره. في برضه بعض الناس تانيين بيسموا عرق النسا بعرق النسا، وده لان هو دايما كان بيتشاف كتير جدا في الستات الحوامل، فبرضه ممكن تبقى تسميه شائعه، لكن ده ما يمنعش ان عرق النسا برضه بيجي للرجال. اسباب عرق النسا. عرق النسا ليه سببين رئيسيين، اولهم بسبب انزلاق غضروفي بيجي في الفقرات القطنيه، فبيبدا يضغط على الجذر العصبي او النيرف روت بتاع العصب دوت، فبيسبب الالم ده. السبب الثاني عندنا ان العصب دوت اللي هو عرق النسا، العصب اللي هو بتاع السياتيك نيرف اللي عندنا بيبقى معدي من الجزء دوت كده بالظبط، نازل من الحبل الشوكي بتاعنا وماشي بكده لحد ما يوصل في الرجل. السبب بقى عندنا ان بيبقى في عضله اسمها البايرفورمس بتيجي ماشيه، بتبقى ماسكه في الحته دي كده وجايه بالوضع ده كده. العضله دي طبعا مكانها قريب جدا من العصب بتاعنا السياتيك نيرف اللي هو بيعمل عرق النسا، فالعضله ديت لو حصل فيها اي شد زياده او اي سبازم، حاجه بنسميها البايرفورمس سندروم، بتبدا تضغط على العصب دوت فتعمل لنا اعراض عرق النسا. ندخل بقى لفقره العلاج، هنعرف افضل 4 تمارين لعلاج عرق النسا. اول حاجه معانا هي البايرفورمس ستريتش، هنبدا نعمل ستريتش لعضله البايرفورمس اللي احنا قلنا ساعات بتشد وتضغط على العصب دوت، وبنثبت في وضع الاسترتش دوت زي ما احنا شايفين مده 30 ثانيه، ونكرره 3 مرات يوميا. تاني تمرين عندنا هو وضع، بنعمل حاجه اسمها البريس اب بوزيشن، او بنفضل في وضع البريس اب زي ما احنا شايفين، بنفضل نحافظ على الوضع دوت مده 20 ثانيه، ونكرره برده مرتين او 3 مرات يوميا. تالت تمرين معانا هو تمرين البريس اب اكسرسايز، بنبدا نطلع وننزل في البريس اب بوزيشن زي ما احنا عملنا، بنكررها 10 تكرارات 3 مرات يوميا. خلي بالك ان التمرين دوت لازم ما يبقاش فيه اي الم موجود في رجلك، ممكن تحس بالم بسيط جدا اسفل ظهرك، وبرده احنا وضحنا فيديو كامل عن علاج الم اسفل الظهر، ممكن تقدر تشوفه من اللينك فوق. رابع تمرين معانا هو ان انت تعمل الوضعيه اللي احنا شايفينها دلوقتي، بتبدا تقعد على الكرسي زي ما احنا شايفين، وبتقعد على الكرسي بعدين تفرد رجلك ومشط رجلك لفوق، وفي نفس الوقت بترفع راسك لفوق زي ما احنا شايفين، تمام مع بعض كده، وبعدين بتنزل رجلك وتنزل معاها راسك، وهكذا تكررها 10 عدات 3 مرات يوميا. ملحوظه اخيره على التمرينات ديت، ان التمرينات ديت لازم تبقى بين فري او الم بسيط جدا موجود اسفل ظهرك زي ما اتفقنا. لو الالم زاد معاك راجع دكتور العلاج الطبيعي الخاص بيك. ندخل للنقطه الخامسه معانا في الفيديو النهارده، وهي الوضعيه الصحيحه للنوم للعيان اللي بيعاني من عرق النسا. اول حاجه معانا هي ان النوم على البطن ممنوع تماما، لان ده بيزود الضغط على الفقرات وبالتالي بيزود لي الالم. تاني حاجه معانا يفضل ان انت تنام على مرتبه ناشفه، ولو مش متوفره ممكن تنام على الارض. لو انت بتنام على ظهرك لما تيجي تنام حط مخده او 2 تحت ركبتك، دوت هيخلي الالم يختفي تماما اثناء النوم. ولو انت بتنام على جنبك هنستخدم مخدتين، المخده الاولى هنحطها بين رجلينا الاثنين واحنا نايمين، والمخده الثانيه هنحطها تحت الجنب اللي احنا نايمين عليه. ندخل للنقطه الاخيره معانا، هل علاج عرق النسا بالكي علاج فعال ولا لا؟ فكره العلاج بالكي ان احنا زي ما قلنا ان عرق النسا دوت بياخد مسافه رجل كلها لحد تحت، فالراجل اللي بيكوي دوت بيجي على المكان اللي انت فيه الم على عرق النسا دوت او في المسار بتاعه، بيبدا يكويه فيحرقه، فبالتالي بيولد الم قوي تاني، فبالتالي بينسيك عرق النسا. مش احنا سمينا اصلا عرق النسا من البدايه ان هو الم بينسيك الالم التاني لان هو الم شديد، فبرضه الجسم فيه نفس القاعده، الالم الاقوى هو ده اللي بيحس بيه والتاني بيبدا يتجاهله. فبرضه نفس الطريقه ان انت كواك فانت حسيت بالالم ده فنسيت عرق النسا، بس هل الالم بتاع عرق النسا ده اتنسى خلاص تماما؟ لا طبعا، في خلال شهر ولا حاجه عقبال ما يكون تاثير الكوي دوت راح، الالم بتاع عرق النسا هيبدا يرجع لك تاني، فبالتالي الطريقه ديت مش فعاله خالص. في النهايه بتمنى تكونوا استفدتوا، ولو استفدت لازم تشير المعلومات ديت عشان نقدر نفيد بيها اكبر عدد ممكن من الناس. ولو عندك استفسار او سؤال بما يخص عرق النسا او اي مشكله طبيه تانيه ممكن تسيبها لي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد عليك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.